أهلا بكم. أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. عمرك فكرت إن حياتك اللي انت عايشها دلوقتي مش نتيجة قرارات كبيرة، لكن نتيجة حاجات صغيرة جدا بتتكرر كل يوم، زي مثلا طريقة نومك، طريقة أكلك، تفكيرك، مسكتك للموبايل أول ما تصحى. دي كلها اسمها عادات، والعادات دي هي اللي بتشكل حياتنا من غير ما نحس. طيب يعني إيه عادة؟ العادة هي سلوك بنكرره كتير لدرجة إننا بنعمله أوتوماتيك. المخ بيحب العادات لأنها بتوفر طاقة التفكير. عشان كده لو عندك عادات صح حياتك هتمشي صح، ولو عندك عادات غلط حياتك هتتعب من غير ما تعرف ليه. في كتاب اسمه Atomic Habits وأنا بنصحكم جدا إنكم تقروه. بيتكلم إن التغيير الكبير مش بيجي من قرارات ضخمة، لكن من عادات صغيرة جدا. مش مطلوب تغير حياتك في يوم، المطلوب تتحسن 1% كل يوم. يعني لو عايز تبدأ تقرأ ما تقولش أنا هقرأ 50 صفحة، اقرأ صفحة واحدة. لو عايز تتمرن ما تقولش هتمرن ساعة، ابدأ 5 دقايق. التحسن البسيط اللي بيتكرر يوميا هو اللي بيعمل فرق ضخم مع الوقت. طيب ليه بنفشل نلتزم؟ أول حاجة احنا بنعتمد على المشاعر. يعني لو أنا مش متحمس مش هعمل الحاجة دي، لو أنا ما عنديش طاقة مش هتمرن. لكن العادات الناجحة بتحصل حتى في الأيام التقيلة. تاني حاجة احنا بنبدأ بحاجة كبيرة قوي. يعني أقول هقرأ ساعة يوميا، هتمرن ساعة، هصحى بدري أول، هغير كل حاجة مرة واحدة. فالمخ بيخاف ويقاوم ويأجل. لكن لما تقول أنا هقرأ صفحة واحدة، أو هتمرن 5 دقايق، أو هقرأ آيتين بس، المخ بيقول دي سهلة، يلا نعملها. البيئة أهم من الإرادة. من كتاب Atomic Habits الكاتب كان بيقول ما تعتمدش على قوة إرادتك، عدل المكان حواليك. احنا فاكرين إن احنا محتاجين إرادة قوية، لكن الحقيقة احنا محتاجين بيئة تساعدنا. لو الحاجة قدام عينيك هتعملها، ولو بعيدة هتنساها. عايز تقرأ حط الكتاب على المخدة، عايز تقلل الموبايل حطه بعيد عن السرير. عن تجربة شخصية، زمان كنت دايما أقول أنا نفسي يبقى ليا ورد قرآن، وبنسى أو أجل أو أقول لما أفضى، لحد ما قررت أعمل حاجة بسيطة جدا ولكن هي فرقت معايا. نزلت أبليكيشن القرآن في أول شاشة في الموبايل. بقيت أول ما أمسك الموبايل الصبح قبل السوشيال ميديا، قبل أي حاجة، عيني تيجي عليه من غير صراع، من غير مقاومة كبيرة. بلاقي نفسي بفتح وبقرأ حتى لو آيات قليلة. التغيير ما كانش بقوة إرادتي، التغيير إني سهلت العادة وخليتها قدام عيني. طب ممكن إزاي أعمل إيه عشان أبدأ عادة جديدة؟ أول حاجة ابدأ صغير جدا. قانون الدقيقتين. خلي العادة تاخد دقيقتين بس، لأن الهدف مش في الإنجاز، الهدف إن أنت تستمر في العادة. اربط العادة بحاجة موجودة. بعد ما أعمل القهوة هقرأ صفحة، بعد ما أغسل سناني هقول الأذكار. المخ بيحب الروتين المتسلسل. سامح نفسك لو وقعت. العادة مش معناها ما تغلطش، العادة معناها إنك لما تغلط ترجع بسرعة. ما تفوتش يومين ورا بعض. يوم بايظ عادي، المهم اليوم اللي بعده ترجع. ده الفرق بين شخص بيحاول وشخص بيبني أسلوب حياة. اعمل تتبع عادات، حط علامة صح كل يوم تعمل فيه العادة. المخ بيحب يشوف سلسلة نجاح ومش بيحب يكسرها. كل ما انت بتشوف نفسك بتعمل العادة، بتشوف العلامة الصح، ده بيديك دافع انك تكمل وما تكسرش السلسلة دي. طيب هو ليه أصلا مهم إن يبقى عندي عادات؟ ليه لازم أبني عادات؟ مع الوقت العادات بتدي ثقة بالنفس. أنا بعمل اللي بقول عليه. بيدي هدوء داخلي، في حاجة ثابتة في يومي. احترام للذات، حتى لو حياتي مش مثالية بس أنا بحاول. حياتنا مش نتيجة قرارات كبيرة، حياتنا نتيجة عادات صغيرة متكررة.
مش محتاج تبدأ حياة جديدة من بكرة، محتاج عادة صغيرة تبدأ بيها النهاردة، حاجة بسيطة قوي. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني حتى الحاجة الصغيرة بس اللي بتتعمل باستمرار ليها وزن كبير جدا. كان معكم طمأنينة، المكان اللي بتتعلم فيه تبدأ بخطوة صغيرة من غير ما تحرق نفسك. لو استفدت حاجة بسيطة من الحلقة دي ابعتها لحد ممكن يستفيد منها. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، خلي بالك من قلبك.